واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر بالقصر الجمهوري بالقبة أعضاء البعثة الوزارية اليمنية التي تزور الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر. وتضم البعثة السيد عبد الله جزيلان وزير الدفاع، والقاضي عبد الرحمن الإرياني وزير العدل، والسيد محمد الزبيري وزير المعارف. وحضر المقابلة السيد أحمد باشا ممثل حكومة اليمن في القاهرة. قصد السيد علي صبري عضو مجلس الرئاسة ورئيس المجلس التنفيذي إلى مطار القاهرة الدولي ليستقبل الدكتور إريك ويليامز رئيس وزراء ترينيداد عند وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية للجمهورية العربية المتحدة. ورحب السيد علي صبري بالضيف وهنأه بسلامة الوصول. كما كان في استقبال رئيس وزراء ترينيداد وزراء البحث العلمي والتعليم العالي والتربية والتعليم والحربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار ضباط القوات المسلحة. وبمناسبة زيارة الضيف الكبير للجمهورية العربية المتحدة، أقام السيد علي صبري عضو مجلس الرئاسة ورئيس المجلس التنفيذي مأدبة غداء في قصر العروبة بمصر الجديدة تكريما لسيادته. وقد دعي إلى هذه المأدبة السادة الوزراء ومرافق رئيس وزراء ترينيداد، وكان الضيف الكبير موضع الحفاوة والتكريم. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر في داره الدكتور إريك ويليامز رئيس وزراء ترينيداد بمناسبة زيارته للجمهورية العربية المتحدة. وقد رحب الرئيس بالضيف وأمضى مع سيادته بعض الوقت. وأقام الرئيس جمال عبد الناصر للضيف الكبير مأدبة عشاء تكريما لسيادته دعي إليها السادة أعضاء مجلس الرئاسة ووزير الخارجية ومرافقو الضيف الكبير.